ده شفنا اغرب تعليقات في الجزائر ان سبب خسارتها كانت حاجه بره الصندوق خالص. في أجواء جنائزية خرج المنتخب الوطني من الباب الضيق أمام منتخب موريتانيا. الإقصاء لم يكن رياضيا، كانت هناك أمور غير رياضية تحكمت في تلك النتيجة. تحكيم ضد الجزائر. الأحداث اللي صاروا أحداث خطيرة جدا. الجزائر راهي معرضة إلى مؤامرة. لازم نعرفوا يا ناس، تعرف يا جمهور، واللي تعرضنا لمؤامرة دنيئة. مؤامرة يعني شنيعة من أجل تكسير الجزائر. ضد الفريق الوطني. مش فقط ضد المنتخب الوطني ولكن ضد الكرة الجزائرية. هو دي باينة، هو دي إسرائيل ديريكتومون. والناس ما حبش تفهم بلي تعرضنا لمؤامرة، بغض النظر على الفوتبول ما كناش، والتغييرات ما كناش، والتحضير البدني ما كناش، بصح كاين مؤامرة. احنا فشلنا بس هنقول مؤامره. بغض النظر فعلا ان اساسيات الفوتبول ديت حاجه جانبيه مالناش علاقه بيها، بس واضح قوي ان اسرائيل اللي بتجند مهاجمين عشان يستهدفوا مرمانا. في أجواء جنائزية. يا الجزائر تحت الحصار وما لعبتش مجموعات ولا ايه؟ يا عم المنتخب خسر عادي، ما تقلقش مفيش حد استشهد. معلش يعني هو يمكن عنده لبس ولا حاجه، هو تقريبا لما سمعوا المعلق بيقول الكوره في الشباك افتكروها الشباك الاسرائيلي. لا على فكره يا استاذ الاستاد غير المساعد عشان تبقى خلاص يا عم ما تزعلش، منتخب وخرج يعني من البطوله عادي ما تهجرناش منها للابد، ما احنا خرجنا من الكونغو الديمقراطيه ويعني ومشيت الامور. انا بس عندي سؤال، لو انت معترف ان المنتخب بيعاني وما عندوش اساسيات الكوره، طب المؤامره هتجيلك تعمل ايه؟ يعني قول لي هتتامر عليك فين؟ ما فيش وشك مكان يا استاذ، دي رياضه. أمور غير رياضية. تصدق شكلها كده فعلا مؤامره كونيه. اصل ليه اللعيبه بتكسر وبتشوط في السماء؟ سوء اداء مثلا فشر يتخلل في عجله الجاذبيه. يعني خلصنا تحليل اداء وتاكدنا ان الجول اللي اتلغى للجزائر تسلل، وان ضربتين الجزاء اللي اتحسبوا عليهم واضحين زي الشمس، بس برضه ايه؟ تحكيم ضد الجزائر. وارد فعلا ان الحكم يكون لغى هدف بغداد بنجاح مش عشان تسلل وكان شاكك في اسلحه دمار شامل، صح؟ حتى ضربه الجزاء قول لي كده اللاعب الانجولي شاطها زي زيدان في النهائي بتاع 2006، وزيدان اصوله جزائريه، يبقى المفروض الهدف كان يتحسب للجزائر وكنا ناخد 3 نقط، مش معقوله. خير يا اعلام، واحنا بنتكلم في فشل اقتصادي واختفاء سلع وخدمات، احنا بنتكلم في اختفاء الانجازات والبطولات، يعني حتى دولاب البطولات في كاسين افريقيا والباقي كله شماعات. بس انا اسمع يعني ان التحكيم ممكن يضيع عليك ماتش، انما يصدمك 3 ماتشات ليه؟ ايه الهدف يعني؟ من أجل تكسير الجزائر. لا انا كده الفار بدا يلعب في عبي. واحنا كنا بنتفرج على ماتشات ثانيه ولا ايه؟ واضح ان المشكله مش في الخساره برضه، المشكله في اللي خسرته منه. خسرنا معاه موريتانيا يا ناس. طب وباقي المجموعه كانت ايه؟ فرنسا والمانيا يعني؟ ما هي انجولا وبوركينا فاسو، ولا دول عادي تتعادلوا معاهم؟ بعدين مالها موريتانيا؟ المهم الواحد ايه؟ برافو عليكم، يتحلى بالروح الرياضيه، وانا متاكد ان انتوا عملتوا كده. يحضر معنا محلل القناة مصطفى معزوزي. مصطفى أهلا بك. اهلا بك الاخ عبد الفاضل، تحيه رياضيه للجمهور الرياضي. نشوف فيك زعفان، ما راكش كاع نورمالي. راني زعفان صح. أنا اليوم من الآن وصاعدا سوف لن أحترم هذا الفريق البوركينابي. ما نحترموش هذو أعداء الجزائر كرويا، هذو ما نحترموش تاريخ يعني والعلاقات الوطيدة. حتى الدولة الجزائرية كانت تساعد بزاف هذا البلد. كاين مؤامرة وين حتى الفيدرالية البوركينابية تشارك فيه لتحطيم الفريق الوطني، وأنا نطلب ما نزيدوش نلعبوا معهم مقابلات ودية. هذا الفريق اليوم اظهر كراهيه كبيره. من اين انا نشت المقابله ونعرف نميز، انا درت سياسه اخويا. مصدقينك طبعا يا استاذ، وفي حد في البلد دي بيشتغل بشهادته؟ اصل حضرتك بتدخل السياسه في كل حاجه، حتى لو طبق ملوخيه، حتى كاتبين لك تحت طبخ فنون. ليه؟ عارفينك بتعجن. راني زعفان. لا بقول لك ايه، هدي نفسك شويه، احنا خايفين على صحتك، يعني نخسر المباراه وصحتك كمان. بس قول لي ازاي احترم تاريخك في ماتش كوره؟ اسيبك تسجل اهداف يعني واقف اسقف لك؟ ده مش بعيد يطالب بمحاسبه المهاجمين اللي انتهكوا حرمه الشباك. ما هو لو سيبناهم يخترقوا خطوط دفاعنا بكره يخترقوا حدودنا. ايوه انا شاكك في الجول ده برضه بصراحه. ازاي اللاعب استلم الكره على راسه بالدقه دي؟ كده مش خطا دفاعي. شكل الجواسيس بعتوا له الاحداثيات. ما نحترموش فعلا، احنا ما توقعناش المدرب يسحب رياض محرز من الملعب، الكل توقع انه يسحب السفير الجزائري بعد الجول. ما نزيدوش نلعبوا معاهم مقابلات وديه. مستحيل نزعفك تاني. افرض لعبتهم ودي وكسبوا برضه، ايه؟ نتهمهم بقى بارتكاب جرائم حرب؟ بقول لك يا استاذ خد كوبايه ميه وبلع لك حبايه من الدواء اللي في الاعلان ده. لا ما اعرفش هو ايه، بس يعني اعتقد ان هو هيهديك شويه. الجزائر نحبوه ولا ما نحبوش مستهدفه مستهدفه بسبب وقوفها مع القضيه الفلسطينيه